السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم فيديو جديد. حطيلي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. بصوا بقى كده سريعا كده، ده الفيديو النهارده من الشقه بتاعت سيلفي اللي قدامي. النهارده بقى انا هنضفها، هروقها كده وهظبطها وهمسحها ومش عارف ايه، علشان ايه؟ انقل فيها لعب الولاد وكده، لان هم مبهدلين لي الشقه ومبهدلين لي الدنيا كلها باللعب. فيعني ايه، فقلت كده ايه، اروقها لهم وافرشها لهم واظبطها لهم كده واحط لهم فيها اللعب، بحيث ان هم ايه، يبقى لعبهم كلها ايه، اللعب كله يعني فيها. تمام. انا بقى دلوقتي هحط التليفون كده وهروح بقى ان انا ايه، ابدا بقى ان انا هروح الاول. اول حاجه هعملها ان انا هكنس ايه، البلكونه. على فكره الفيديو يا جماعه 35 دقيقه اصلا، انا كده مسرعاه اكتر من المره ونص، يعني مسرعاه كتير. انا كده جوه في البلكونه بكنسها الاول. انا الاول حاجه عملتها ان انا بدات ايه، ان انا اكنس الارض. تمام. انا كده كنست البلكونه وهركن التراب على جنب، بحيث ان انا ايه، علشان ايه، انا لسه يعني ايه، لسه مش معايا الفرشه والجاروف، انا لسه بكنس بس. وبعد كده هروح اجيب الفرشه والجاروف وابدا بقى ايه، ان انا الم التراب والم كل حاجه. عايزه اقول لكم ان الارضيه كمان غير ان فيها تراب، في اسمنت لازق فيها، يعني حتى انا هوريه لكم في اخر الفيديو. في اسمنت لازق في الارضيه. معرفتش ان انا ايه، ان انا يعني اكحته كده بالمقشه، مرضيش يطلع بالمقشه ولا بالشرشوبه. فقلت يابا اجيب له حاجه كده حاده ان انا ايه، اشيله بيها. دي كده كانت مرتبه كانوا حاطينها يعني سلايفي صغيرين كده. وكان في مخدتين الكلام من دوت، يعني هما كانوا نايمين فيها. انا ايه، رحت مطلعه الحاجات اللي فيها كلها، بحيث ان انا ايه، افضي لنفسي مكان ان انا ايه، امسحها واروقها وكده. تمام. كده انا كنت هنا ده ازاز كان مكسور عندي، كان ازاز الترابيزه بتاعت الانتريه، فكان مكسور عندي، فانا شلته بحيث ان ايه، لحد لما يجي بتاع عمو يعني الزبال وكده وياخدها يعني. ف... فانا حطيتها بس في البلكونه مؤقتا بعيد عن ايد الولاد، يعني بحيث ان ايه، مفيش حد من الولاد يلعب بيها يتعور بيها. كده بقى انا ركنت التراب بتاع البلكونه في جنب كده، في الناحيه اللي هي ناحيه باب البلكونه دي. دلوقتي بقى انا بكنس الاسطوانه هنا. عايزه اقول لكم ان اصلا التراب بيتعب لي صدري، انا اصلا شويه تراب كده هتنفسه واقعد اكح. فبدات بقى ان انا ايه، اعملهم كده اهو كده. بدات بقى ان انا ايه، الم. عايزه اقول لكم انا يعني ايه السرعه اللي انا عاملاها في الفيديو، يعني بسرعه جدا. ده الفيديو والله والله العظيم يا جماعه بجد، انا بعد ما خلصت تصوير وكل حاجه الفيديو 35 دقيقه، حرفيا 35 دقيقه. انا ما اعرفش انا ما اعرفش كنت بعمل ايه كل ده. فزي ما انتم شايفين كده، هبدا بقى ان انا اكنس الكلام دوت اهو. زي ما انتم شايفين كده انا كده كنست الايه، الجزء اللي فوق اللي فوق المستوى، واللي تحت كمان هو عامل مستوى زي اللي عندنا. انا كده خلصت اللي تحت المستوى واللي فوق المستوى، بس وقفت الفيديو بقى ايه لحد ما اخلص. كده انا خلصت كنس اهو الازاز اللي قلت لكم عليه اهو. زي ما انتم شايفين كده انا حطيته هنا لحد عمو بتاع الزباله لما يجي. وده كده التراب اهو، زي ما انا قلت لكم دلوقتي. وخلصت كمان تحت المستوى دوت، اللي هي الرمله اللي متبقيه من عمايل المحاره والكلام ده. فهبدا بقى كده ان انا ايه، انا حطيت التليفون كده لحد ما اروح اجيب الجردل والشرشوب اللي انا همسح بيهم. حطيت فيه مسحوق جل، برسيل جل، وحطيت فيه معطر كمان، الاتنين علشان ايه، يبقى فيه ريحه حلوه كده، عشان ينضف كمان الارضيه، لان في رمله لازقه في الارض وفي اسمنت كمان لازق في الارض. بس الرمله هتطلع لكن الاسمنت هو اللي مش هيرضى يطلع. بصوا انا بعد ما خلصت بقى ايه، اكتشفت ان الباب كل ما اقفله يروح مفتوح تاني. فطبعا بقى ايه، مش جايبني وانا لما دخلت البلكونه وكده. فانا دلوقتي بقى انا رحت البلكونه بالفرشه والجاروف اهو، علشان اشيل الرمله والترابه اللي هي اللي كانت في البلكونه. وباجي احطها عند الشكاره اللي هي اللي فيها الرمله. تمام. بكملهم يعني عليهم، لان اصلا ديت رمله، يعني اللي كان في البلكونه ديت رمله من اللي كانوا بيعملوا بيها المحاره في الاوضه اللي جوه خالص، لان الاوضه اللي جوه خالص كان سقفها مش كامل، فكانوا ايه بيكملوه محاره يعني وكده. انا عشان كده ايه، بنقل بقى الرمله والحاجات اللي في البلكونه، بروح حطها على بقيه الشكاره اللي فيها ايه، بقيه الرمله.
لسه بقى انا كده بكملهم. بصوا انا كده جيت خلصتهم انا كده. دلوقتي بقى انا هاخد الفرشه والجاروف، الفرشه والجاروف، خدت الجردل والشرشوبه علشان ايه امسح بيها البلكونه. برضو هو الباب معمول مش باين اي حاجه خالص، بس كده كده يعني هي البلكونه صغيره فمش هتاخد وقت كتير يعني. كمان انا مسرعه الفيديو. كمان الحاجات اللي هي اللي قدام الموبايل ديت، اللي هي اللي على اللي هي البتاع اللي انا حاطه عليها الموبايل دي، اصلا عشه حمام يعني، اللي هي العشه اللي بتبقى ادوار دي، اللي بيبقى فيها الحمام. الناس اللي بتربي الحمام هتعرف انا بتكلم على ايه. الحاجات اللي قدامها ديت مثلا مسامير، مفصلات، مش عارف ايه، حاجات من بقيه الشغل اللي كانوا بيعملوا بيه البيبان والشبابيك. تمام. انا كده بقى ايه في البلكونه كده قربت اخلصها اهي البلكونه. تمام. هبدأ بقى ان انا ايه انشفها كمان بعد ما مسحتها. دلوقتي بقى ايه انا هجيب الجردل والشرشوبة كده تحت المستوى عشان ابدأ ان انا ايه اعملهم. بص يعني انا رديت الباب كده ورجعت تاني علشان اعملهم. الباب اتفتح، ملحقش يتقفل يروح مفتوح تاني. الهوا هو اللي بيفتحه، اي نعم الهوا سخن بس هو اللي بيفتحه برضه. كده بقى انا ايه همسح كده الارضيه بالشرشوبه وهي غرقانه ميه. تمام. وهبدا بقى ان انا امسح بيها ولما بقى وادعك اي حاجه مبقعه في الارض هدعكها كده انضفها علشان ايه، عشان تطلع مثلا حد دلق ميه، حد دلق شاي، اي حاجه من الصناعيه اللي كانوا بيبقوا شغالين. طبعا محدش بيمسح وراه يعني. فمع التراب بقى مع الكلام ده كله الارض بقت عليها بقع. فانا كده بمسحها وبدعك بقى ايه البقع ده اللي خلاني برضك اتاخرت في ان انا طولت يعني، خدت وقت طويل في ان انا ايه امسح بقى وانضف الحاجات دي. المرتبه اللي كانت محطوطه هنا انا دخلتها في الاوضه اللي جوه خالص، اللي هي الاوضه اللي جنب اوضه الحمام، بحيث ان هي ايه ما تتبهدلش، وكمان ما تبقاش عامله مكان على الفاضي بره، لان انا في الاخر خالص انا مش هحتاجها في حاجه يعني. بس انا لما هنا بقى جيت ارد الباب لقيته اتفتح تاني، رحت قافلاه. انا لسه هوجع دماغي. انا كده بقى ايه هو لسه بمسح برضو في الارضيه. آه هاجي هوقف التليفون علشان اكون ايه خلصت كده. كده بقى انا ايه مسحت كله بقى. بصوا كده تحت المستوى وفوق المستوى بقى وايه والدنيا. بص ده الاسمنت اللي بقول لكم عليه اللي هو ناشف في الارض دي، جيت اكحتها لقيتها حاجه معرفش كانت واقعه تقريبا قشره موز ولا ايه ولزقت في الارض كده. انا بعد ما كحتها وشلتها ومسحت مكانها كده اهو. بص الخطوط اللي هي العريضه ديت دي كان لزق اللي هو بيجي مع السيراميك اهو. كده البلكونه اهي اتمسحت ونطفت. دلوقتي بقى انا حطيت التليفون تاني كده. الارض كانت قربت تنشف يعني، كانت فاضلها حاجات بسيطه وتنشف خالص. دلوقتي بقى انا رحت علشان اجيب السجاده اللي انا هفرشها. هي سجاده قديمه وانا جبتها وهي كانت مركونه يعني، كانت مركونه. جبتها بقى ونفضتها وكده واديني اهو جبتها وهفرشها هنا في الحته ديت، بحيث ان ايه مثلا ما ينفعش ان هما العيال يلعبوا على السيراميك على طول، علشان مثلا لو حد وقع بالشر يعني، لو حد منهم وقع، حد اتخبط، حد اتعور، مش عارف ايه يعني ايه، السيراميك مش امان برضو. فانا كده بفرشها علشان ايه هتبقى الارض حنينه شويه عليهم، على العيال وكده، بالذات ان المكان دوت هيكون للعب العيال. تمام. كده تعالي يا مريم، تعالي اطلعي جنبي. مريم حبك لها وانا بمنتج. هبدأ بقى ان انا افرشها زي ما انتم شايفين كده، وهفرشها كويس بقى بحيث ان هي ايه تكون اتعملت. انا كده خلصت وفرشتها اهو، وجبت مشاية تانية طويلة كده. انا كنت بفرشها عندي هي قديمة يعني، كنت بفرشها عندي في الطرقة. هفرشها كده. انا عايزة اقول لكم انا عشان امشي من دوشة العيال رحت جيت قعدت في نفس المكان اللي انا بعمله دلوقتي دوت. جيت انا دلوقتي قاعدة بمنتج فيه. فزي ما انتم شايفين كده اهو، هي لقيتها طويلة اطول من ال من المسافة يعني اللي هي بتتفرش عليها. فانا ببدأ ان انا ايه اظبطها كده وبظبط طولها اهو زي ما انتم شايفين كده. انا كده بقى ايه
بجيب بقى اللعب، بصوا النطاطة. اجيب بقى ايه اجزاء المهمة، اجيب بقى بقية اللعب حاجة في حاجة كده ورا بعضيهم. دي المخدات اللي كانت محطوطة، اللي هما اللي كان سيلفي نايم عليهم هنا. احطهم بقى كده هنا، عشان لو مثلا حد حب يجي يقعد عليها، العيال قعدوا عليها الكلام ده. ولسه برضك اظبط فيها حاجات تانية، يعني انا لسه بفكر لها في افكار تاني اصلا يعني. انا حطيت عليها كده المخدات بقى، انا كده بجيب بقى بقية اللعب، بس متاخدوش بالكم. ده الحصان اللي هما بيلعبوا عليه، اللي هو اللي كان محطوط في اوضتهم هناك. انا عايزه اقول لكم بقى، انا بعمل هنا وخلصت ورحت هناك، يعني ايه، رحت مسحت الصاله عندي، وهروق بقى اوضتهم بقى وكده يعني. رحت بقى انا كده جبت الحصان وجبت النطاطه، هجيب بقى بقيه اللعب. احنا بنجيب بقى اللعب حاجه في حاجه. وكمان اهو بقيه اللعب، بصوا الباسكت دوت، انا بقى هو نضيف مفيهوش حاجه، انا حاطه لهم فيه اللعب اصلا. يعني انا من ساعه ما اتجوزت، انا متجوزه وهو كان من ضمن الجهاز بتاعي الباسكت ده. فانا فهو لا اسفه معلش، صوتي غش. لا الباسكت، اللهم صل على النبي، انا بنسى الكلام بسرعه. الباسكت ما حطيتش فيه زباله، ما وسختوش، يعني هو زي ما هو من ساعه ما اتجوزت، وهو زي ما هو تمام. لان انا كان عندي، بص اللعب ديت بتاعتهم اهي، الباسكت مخليه نضيف زي ما هو، فاحط لهم فيه بقى اللعب اللي هي الايه الصغيره، اللي ينفع تتحط ايه في في الباسكت. وكمان حطيت الكوره الصغيره اللي هم بيلعبوا بيها بقى. ونجيب بقى اللعب كده حاجه في حاجه. انا قلت للعيال يعني ايه، ابداوا انتوا ناولوني اللعب وانا هقف لكم عند باب الشقه. اهي دي كده بقيه اللعب اهي. اللعب الصغيره انا بحطها في الباسكت، اللعب الكبيره بحطها بره الباسكت، يعني كده ان هي مش هيكفي يعني الباسكت اصلا. الناس بيحكوا لها تعدي من تحت البلكونه وانا بمنتج، ما اعرفش ليه. اقول بقيه اللعب عايزين يدخلوا، وانا ما عماله اقول لهم اطلعوا لحد لما اخلص، وبعد كده ادخلوا العبوا. انا كده اهو بجيب بقيه اللعب، واجيب بقى ايه الدباديب كمان. كده كده الارض نضيفه، يعني الدباديب مش هتاذيهم، مش هتبقى مضره بالنسبه لهم. جبت لهم بقى اللعب كلها كده حاجه بحاجه كده ورا بعضيها، وهم برضو هيناولوني بقيه اللعب. عايزه اقول لكم البرد بقى له بتاع شهر معايا، مش راضي يمشي. دي طبلية عندي طويلة هي كده، فانا جبتها بحيث انها تبقى عاملة زي الكنبة كده الصغيرة. من كده احنا منقعدش ناكل عليها، يعني احنا بناكل على الترابيزة بتاعت الانتريه اللي هي التانية، مش الازازة القصر، لا التانية بقى الازازة سليم ما شاء الله عليها يعني. فهحاول اجيب لها بقى اي حاجة اعملها لها زي نظام شلتة كده. أنا دلوقتي هجيب لها قماشة عندي كبيرة كده جديدة، يعني مش جديدة، هي كانت بتاعت مامتي فانا خدتها يعني. هي القماشة نضيفة وجديدة زي ما هي مفيهاش حاجة. انا هجيبها واروح فرشها عليها دلوقتي، بس مش عارفة بقى انا فرشتها وهو الفيديو بيصور ولا بعد ما خلصت. دي بندقية اللعبة بتاعتهم. فانا كده بقى هكمل بقى بقية الحاجة، وبعدين هجيب بقى القماشة وهفرشها على لا اله الا الله. هما الظاهر ان حد قايل لهم ان انا بمنتج تحت. البرد مش راضي يمشي، بقاله اكتر من شهر معايا مش راضي يمشي. برضو كده انا بجيب في بقية الحاجة. ده كرسي خشب عندي برضو، عشان لو حد حب يقعد هنا ولا حاجة. اهي القماشة اللي قلتلكم عليها، انا هطبقها كده ايه يعني مرتين او 3 مرات يعني. اهو فرشتها هنا على الترابيزة بحيث ان هي ايه تدي شكل برضو حلو للترابيزة. تمام. بصوا بقى هنا العيال بيناولوني بقية اللعب، ناخدها منهم. الاسدال الطرف بتاعه اتبل فتقل، فكل لما اجي اتحرك بيه
مع ان انا لابسه بنطلون من تحتيه، يعني لابسه بنطلون الترنج من تحتيه، فانا يعني ايه كان ممكن ان انا اشمره ولا حاجه، بس لا ما حبيتش كده بصراحه. ف بيفضل بقى كل شويه يكعبل لي، بيفضل كل شويه يجي تحت رجلي، ان هو تقل، اما اتبل من تحت كده تقل بقى يرخمني، بالذات ان هو قماشته فسكوز، فاللي هو الفسكوز اصلا قماشته ناشفه كده، مش زي الفيزون كده طريه بتروح وتيجي، تبقى سهله في الحركه. هما كده بقى بيجيبوا لي اللعب في اكياس، وانا هطلعهم من الاكياس هديهم هما الكيس، اقول لهم خدوا ارموا الكيس دي اهو، وديهم من الكيس، لان اصلا يعني الكياس اللعب هتطلع منها، لان هما هيلعبوا بيها في الكيس هتبقى زحمه، وهتبقى كانك راميه زباله معاهم كده بقى. انا هو بديهم الكياس كده، انا يعتبر خلصت ماشي. آه في بقى الحافظة التانية بتاعتي اللي هي لونها بيج دي، اللي انا ساعات بفرشها عندي هناك، هشيلها لان انا فرشة مكانها الحافظة التانية اللي بيجي. بس انا هجيب الموبايل كده اهو، بصوا بقى الشكل النهائي عامل ازاي، احسن برضو من ايه، من ان هما يبهدلوا لي انا الشقة هناك، يعني هنا ارحم شوية. تمام. كل ديت بقى سجادات قديمة وكده، فانا فرشتها لهم احسن. والارضية هنا برضو اهي فرشت فيها الحافظة زي ما انتم شايفين كده، فرشتها بحيث ان هي ايه، الحافظة ديت اصلا يعني انا جايباها يا دوبك جبتها من هنا، هما راح دالقين مية. ده اكل الحمام بقى عشان نروح ناكل بقى، جه دور الحمام واكل الحمام. يلا نحط الاكل للحمام والمية، لان هي الشقة ديت اصلا اللي فيها الاوضة اللي فيها الحمام. يلا بينا نروح نحط الاكل للحمام. الله اكبر، اللهم بارك، ما شاء الله. يلا نحط لهم بقى الاكل والميه. ادي الميه مليتها لهم، وهروح بقى ايه عشان احطها لهم كمان. والله كويس، هو بيتقفل كويس، بس هو كده اتقفل. وكده بقى اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين، واشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامه.